هل يعقل الركراكي يستدعي غانم سايس من جديد، اللاعب الذي تجاوز ذروته، وكأننا نعود بالزمن إلى الوراء؟ أصبح المنتخب مقبرة للمواهب بدل أن يكون حلم الشباب، في وقت يتألق فيه باعوث ويبدع معمى ويصعد الزهواني كالصاروخ. يختار الركراكي أن يعيد سايس وكأنه لا أحد غيره في المغرب، والجماهير تتساءل: أهي محاباة أم خوف من المجازفة، أم أن الركراكي ببساطة فقد الشغف والتوازن؟ الصفقة الخاسرة ليست في اسم سايس فقط، بل في الفكرة التي ترسلها، أن الخبرة تقدم على الأداء، وأن الماضي يقدس. ولو كان المستقبل أمامنا، الكان لم يبدأ بعد، ولكن يبدو أن الركراكي خسره قبل صافرة البداية. فما رأيكم؟ هل الركراكي محق أم يعيش على أمجاد مضت؟